السلام عليكم وليد برج العقرب، ازيكم عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا من الفيديو اللي فات. برج العقرب النهارده ان شاء الله هنعمل قراءة عاطفية ليك للنص الاول من شهر يوليو عام 2023. هنتكلم بقى عن طاقتك وطاقته ومشاعرك ومشاعره، شايفك ازاي، ايه نواياه، وكمان هنشوف ايه خطواته القادمة. كمان بالنسبة للقراءات الخاصة تواصلوا على الواتساب الموجود في صندوق الوصف، هترد الادمن تفيدكم بكل التفاصيل. بالنسبة للقراءات المجانية اكتبوا كومنت كتير على قد ما تقدروا بعد ما تعملوا لايك والشير، والفيديو اللي بيجيب اعلى نسبة مشاهدة هو ده اللي بيحصل معانا على قراءة مجانية. بس قبل ما نبدا بتمنى منك لايك للفيديو واشتراك للقناة، شير كتير لكل حبايبك واصدقائك، وتعالى نسمي بالله ونبدا نتوزع كروت بسم الله. بص، بالنسبه للطاقات والابراج الموجود معانا طاقات هوائيه برج الميزان والجوزاء، معانا طاقات ترابيه برج الثور برج الجدي، معانا طاقات مائيه حوت سرطان عقرب، معانا طاقات ناريه برج الاسد وبرج الحمل. تمام. بالنسبه لطاقتك انت يا برج العقرب وصلت لمرحله استسلمت فيها جدا، تعبت فيها شويه. انت يا برج العقرب اتمر الفترة دي بمشاكل مع حبيبك وشريكك، وتعبت وارهقت قوي في الوضع او في العلاقة دي يا برج العقرب. عشان كده يا برج العقرب انت قررت ان انت تبعد، وانت قلبك متعلق بالشخص ده، بس انت خلاص مش عارف تعمل معاه ايه. انت حاولت معاه كتير تحل المشاكل او تطور من علاقتكم، او ان انت تخلي الشخص ده ياخد خطوة تجاه العلاقة، او ان انت عايز تاخد خطوة وهو مش عايز. او انتوا لو حتى يعني متزوجين ففي مشاكل كتيره مش عايزه تتحل، فانت لسه كنت ما زلت متمسك بيه وباقي عليه، ولكن شايف ان المشاكل ما بتتحلش. وصلت لمرحله فيها استسلام، اتغيرت، ابتعدت عنه، ضحيت بنفسك، ضحيت باحساسك، ضحيت بمشاعرك، اتعاملت مع نفسك بسلوك تخريب الذات يا برج العقرب. برج العقرب، انا شايفه كمان انت اتعاملت مع حبيبك وشريكك بشكل فيه دفاع او عدوانيه، وده بسبب حزنك الشديد او طاقتك المكبوته لما فكرت في البعد او وقت البعد نفسه. واضح ان انت بتعاني من مشاكل كتيره قوي، جدالات، خلافات، ده مش بس مشاكل منحصره ما بينك وبين حبيبك وشريكك، لا، واضح جدا ان في اشخاص كمان بتتدخل ما بينك وما بينه، يمكن من الاهل، يمكن من الاصدقاء. في اطراف اخرى بتتدخل بشكل كبير لدرجه ان هم مزودين المشاكل اكتر واكتر يا برج العقرب. العلاقه ما بينك وبين الشخص ده هي علاقه ابديه، هي علاقه ما لا نهايه لها. انت بتحب الشخص ده جدا جدا. آه، انت الفتره دي بتعاني من صراعات داخليه. آه، شايفه ان انت خايف، قلقان، بتشك في شيء يا برج العقرب، ولكن بتحاول على قد ما تقدر، او بتبتدي تحاول تسيطر على خوفك، على قلقك، على التشتت اللي انت فيه من بدايه الاسبوع الثاني من شهر يوليو. شايفه كمان ان انت هتبتدي يا برج العقرب تتحلى بالصبر والرحمه مع نفسك، هتحاول تغير نظرتك لامور كتيره قوي يا برج العقرب. آه، برج العقرب، لو انت كنت بتتعامل مع حبيبك وشريكك بطريقه جافه شويه او فيها فرط سيطره، فانا شايفه ان انت بتراجع نفسك و بتحاول تحسن من نفسك وتغير من نفسك، وعايز تتعامل معاه بطريقه فيها يعني مناقشه، اخد وعطا. عايز يا برج الاسد تتعامل معاه بطريقه فيها اقناع بدل من فرض السيطره. برج العقرب، انت محدد اهدافك، عارف كويس انت عايز ايه، عايز تحقق النجاح، عايز تحقق استقرار العلاقه، عايز تحقق الاستقلال. شايفه كمان ان انت يا برج العقرب عايز تسعى لتحقيق اهدافك وطموحاتك، ولكن انت بتعتمد دايما على المثابره والصبر في تحقيق اهدافك وطموحاتك. دي طاقتك انت يا عقرب. ده بنشوف طاقة شريكك كمان. بص، انا شايفة في طاقة شريكك يا عقرب ان الشخص ده مازال بيحبك ومازال متمسك بيك ومازال عايزك ويعني هيجنن عليك. وشايفة يا برج العقرب ان حبيبك وشريكك بيواجه تحديات كبيرة او تعقبات كتيرة جدا، ولكن مع بداية الاسبوع التاني من شهر يوليو الشخص ده هيحاول يشغل عقله، وهيحاول يستخدم عقله وتركيزه وقوة ارادته لتحقيق اهدافه وطموحاته. هو مصر على النجاح ومصر على الاتصال، مصر ان هو يتخطى جميع العقبات اللي واقفه ما بينك وما بينه. ولكن يا برج العقرب، هو الفتره دي بيتعامل معاك بشكل كده فيه دفاع او عدوانيه، او ده عشان يخفي شعوره بالضعف العاطفي
تجاهك. كمان العلاقه دي يا برج الاسد، خلينا نقول بكده ان هي على وشك الانهيار، ولكن حبيبك وشيكك لسه متمسك باخر امل. لسه عايز يدي العلاقه دي فرصه عشان يبتدي معاك بدايه جديده. الشخص ده حاسس ان في ظلم كبير واقع عليك او واقع عليكوا انتوا الاثنين. هو بطبعه شخص ما بيحبش الظلم، لا بيحب يظلم ولا بيحب يتظلم. هو عايز يحقق الانصاف والمساواه، وعايز يرفع الظلم ده من عليك يا برج العقرب. برج العقرب شايفه كمان ان هو شخص طيب، شخص كريم، بيعمل اعمال الخير، بيساعد الغير، عايز يقف جنبك ويساعدك ويدعمك ويشجعك. هو بيساعد الغريب، يعني بيساعد اي حد يحتاجه. فاوريدي يا برج العقرب مش هيتخلى عنك نهائيا. طب خلينا نشوف مشاعرك انت يا برج العقرب. برج العقرب، انا شايفه ان انت حزين جدا في بعده، مكتئب، بتشعر بالالم، بتمر بفتره من الركود، من اللامبالاه، بتستعيد ذكرياتك معايا برج العقرب بشكل كبير جدا. الشخص ده كان بيجيلك فرص وعروض رفضها من اجل برج العقرب. الشخص ده اداك فرص وعروض وانت رفضتها بشكل كبير، وعشان كده انت ندمان عليها. شايفه كمان ان انت يا برج العقرب بتحاول تحسن من نفسك، بتحاول تحسن من اوضاعك. شايفه ان انت اصبحت اكتر نضج، اكتر هدوء، اكتر نشاط، اكتر خبره، اكتر تفاؤل، مليان بالطاقه. انت يا برج العقرب في طاقه انتظار وطاقه مراقبه، ومتمسك بحبك وشيكك يا برج العقرب بشكل كبير. برج العقرب انت بتشعر ان هو ده عيلتك السعيده، هو ده كل حاجه حلوه في حياتك، هو ده رفيق روحك، هو ده السول ميت بتاعك، هو ده توأم شعلتك. انت ما بتشوفش اي حد بديل ليه، او انت شايف ان الشخص ده ملوش زي، بمعنى اصح العلاقه ما بينك وبينه هي علاقه قدريه، ربنا حافيها وربنا حافظها، وليكوا فرصه وعوده مع بعض مره تانية يا برج العقرب. ده بخلينا نشوف مشاعره هو تجاهك يا برج العقرب. برج العقرب وحبيبك وشريكك بيحبك جدا وحزين في بعدك قوي، وصادق جدا في احساسه ومشاعره تجاهك. الشخص ده يا برج العقرب خايف، قلقان، متوتر، مرهق، شاكك في شيء، بس بغض النظر عن خوفه او عن قلقه او عن الشك اللي هو فيه، لان الشخص ده مازال بيحبك ومازال متمسك بيك وعايز يتساهل معاك. كمان الشخص ده عايز يحل الخلافات والجدالات اللي ما بينك وما بينه، عايز يلم الشمل بشكل كبير، عايز يعمل لك احتفال، عايز يحضر لك مفاجآت، عايز كمان يعني بصي يعمل معاك كل حاجه. في طرف ثالث عائق بينك وبينه، في حد واقف ما بينك وبينه، بيوقع ما بينك وبينه بشكل كبير جدا يا برج العقرب. برج العقرب بظهور البطاقه هنا، فانا شايف ان حبيبك وشريكك يا برج العقرب عايز يمدلك ايده ببدايه جديده، بدايه فيها حب، فيها سلام، فيها رومانسيه، فيها رغبه. عايز يبعت لك رسائل سريعه، عايز يبعت لك رسائل سعيده، عايز يبعت لك اخبار، عايز يبتدي معاك بدايه جديده، عايز يقدم لك كاس الحب. طيب خلينا نشوف هو شايفك ازاي يا عقرب. هو شايفك يا عقرب في قوة خارجية بتأثر على وتسيطر عليك، ربما بنسبة كبيرة. برج العقرب بتعرض لطاقة سحر، أو أنت محسود يا برج العقرب. أنت مبسوط لك في كل حاجة، سواء بقى في حياتك العاطفية أو في عملك أو أي حاجة تانية أنت بتجيبها، مبسوط فيها كمان حتى لو في حاجة بسيطة. فهو شايف إن في تأثيرات بتأثر عليك بشكل كبير جدا. هو شايف إن أنت مغلوب على امرك، شايف ان انت مش عارف تتحرر من الوضع اللي انت فيه خالص يا برج العقرب. كمان يا برج العقرب انت بتحاول ان انت تتحرر، انت مش عاجبك الوضع اللي انت فيه، وكمان واضح جدا ان في سيطره عليك، يعني لدرجه ان انت يا برج العقرب يعني مش عارف تشوف الحقيقه خالص، ضلل طريقك وفقد تركيزك بشكل كبير جدا، جالس على السياج بمعنى اصح. انت في مفترق طرق كبير وبتاخد قرارات صعبه، قرارات مرهقه، قرارات مؤلمه. كمان يا برج العقرب يعني اللي حواليك بيقووك وبيقاسوك على حبك وشيكك. هو شايف ان القسوه دي او الجموديه اللي انت فيها ده بسبب التاثيرات الخارجيه عليك. كمان بظهور البطاقه هنا، فشايفه ان الشخص ده شايفك ومتاكد ان انت لسه ما زلت بتحبه على فكره، وان هو بالنسبه لك كل حاجه حلوه في حياتك، ويعني هو حلم من احلامك يا برج العقرب، وانت بتشوفه هديه او نعمه ربنا انعم عليك بيها. هو كمان بيشوفك حاجه حلوه قوي، وبيشوفك السعاده بالنسبه له برج العقرب. برج العقرب خلينا نشوف كده ايه نوايا تجاهك. بالنسبه للنوايا
فانا شايفه برج العقرب ان حبيبك وشريكك قرر البعد، قرر الفرار، قرر الهروب، قرر الانسحاب، قرر الرحيل بحثا عن الهدوء والاستقرار. لان شايفه ان الشخص ده تعب وارهق في الوضع ده. هو بالفعل في بعدك لقى الهدوء ولكن ما لقاش استقرار نهائيا، فراجع مرة تانية يحقق النجاح والاستقرار والرغبة. كمان بظهور البطاقة هنا، فشايفة ان الشخص ده عايز يعني يلومك، عايز يعاتبك ان انت كنت دايما بتيجي عليه، كنت دايما بتتهمه بقسوه شديده، دايما بتصدر احكام سريعه عليه. برج العقرب عامه هو بيمر فتره فيها صحوه، فيها تجديد، عايز يحسم موقفه يا برج العقرب بشكل كبير. شايفه ان الشخص ده حصل على كرمته، والكرمه كانت سبب وعي ذاتي ليه بالشفاء علشان يقدر يتقدم للقدام او يتمكن مضي قدما في اتجاه ايجابي. كمان شايفه ان الفتره دي بياخد قرار كبير، قرار مهم بخصوص العلاقه، وبيستخدم الدروس الكرميه اللي حصلت له في السابق في اتخاذ قرارات سريعه وقرارات صحيحه. شايفه ان الشخص ده بيكون قدامه فرص الفتره دي، وفي عوالم جديده بتتفتح له، وبيحقق نجاح وانجاز. ولكن يا برج العقرب هو مش حاسس بطعم النجاح ولا الانجاز اللي بيعمله ده، دايما مفتقدك، دايما حاسس بالوحده. هو محتاج لك يا برج العقرب. هو تقدر تقول كده الشخص ده حقق كل حاجه الا انت. هو الشخص ده محتاج لك دلوقتي، محتاج لك وعايزك علشان انت تبقى دايرة الاكتمال بتاعته. هو مش عايز حاجة من الدنيا تانية. الشخص ده بشعر معاك بالانتماء والكمال يا برج العقرب. طب خلينا نشوف ايه هي خطواته القادمة. الاشخاص اللي بتوقع ما بينك وما بينه، يعني توهم حبيبك وشريكك ان انت طعنته في ظهره، غدرت بيه، خنته، اتعاملت معاه بطريقه مش كويسه، طريقه سيئه، وانت كنت سبب فشل وخراب وانهيار العلاقه يا برج العقرب. ولكن حبيبك وشريكك يعني بدايه الاسبوع بشهر يوليو، الشخص ده بيكتشف ان هما كان غرضهم ان هما يوقعوا ما بينك وبينه مش اكتر. حاليا الشخص ده بيحس ان هو اصطدم في الحيط وفي طريق مسدود، والعلاقات ما بينك وبينه يعني مقطوعه. شايفه ان الشخص ده بيراقبك من بعيد لبعيد وفي طاقه انتظار، ولكن هو مش راضي عن الوضع اللي هو فيه تماما، وعايز يصلح العلاقه ما بينك وما بينه، ولكن هو منتظر اشاره منك يا برج العقرب. برج العقرب في ظهور البطاقه هنا، الشخص ده مازال بيفكر فيك، بيفكر فيك، بيحن لك، بيشعر برساله رومانسيه، جاذبيه، رغبه، عايز يبعت لك اخبار ساره، اخبار كويسه، اخبار سعيده، عايز يبتدي معاك حياه جديده. شايفه كمان ان قريب جدا هتوصل لك رسائل او اخبار من الشخص ده، وهيعرض عليك بدايه جديده، او هيعرض عليك عرض خطوبه، عرض زواج، او صلح يا برج العقرب. طيب بص يا عقرب، عايزه اشوف لك تحذير كده. بص يا عقرب، انا عايزه اقول لك ان حواليك اشخاص كتير بتسونك وتغدر بيك وبتتعامل معاك بمكر وبتكذب عليك، فخد بالك منهم يا برج العقرب بشكل كبير جدا. يعني ما تامنش لاي حد يكون حواليك اصلا، يعني خلي بالك منهم. كمان عايزه اقول لك ان الشمس هتحيط بيك الاسبوع الاول من شهر يوليو عام 2023، وهتمدك بالطاقه الايجابيه والحيويه والثقه بالنفس. فيا برج العقرب الفتره دي هتكون فتره بالنسبه لك كويسه قوي، فتره ايجابيه، هتقدر تحسن من نفسك ومن وضعك من كل حاجه. يعني هتقدر تصلح علاقاتك، هتقدر تطور من نفسك بشكل كبير، فحاول تستغل الفتره دي بشكل ايجابي بشكل كبير جدا يا عقرب. كمان يا برج العقرب عايزه اقول لك ان انت يعني هتمر بفتره من التغيرات وتقلب المزاج، فحاول ان انت تحمي نفسك على قد ما تقدر، ما تاخدش اي قرارات الفتره دي. يعني حاول انت لو عندك قرار مهم اجله شويه. كمان عايزه اقول لك هنا كمان ان في اشخاص بتغير منك وعايزه تغدر بيك، فخد بالك وخد حذرك يا برج العقرب. دي التحديات اللي كانت موجوده قدامي. برج العقرب كده نكون خلصت القراءه بتاعتنا، اتمنى القراءه تكون منطبقه عليكم، وبتمنى منك لايك للفيديو واشتراك للقناه، شير كتير لكل حبايبك واصدقائك، واشوفكم فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.